الفترة دي من عمر القطن بتاعك، فترة التزهير والعقد، العجراية لازم يبقى عينك منها، تكون عينك رادار على العجراية. أول ما تلمح أي خرم في العجراية، تلمح تشوف أي إصابة أو أثر لإصابة ديدان اللوز في القطن بتاعك، طبعا مادة واحدة مش هتجيبها، في خلطات بقى أنا مسميها الخلطة الملكية. إيه هي الخلطة الملكية لديدان اللوز؟ طبعا لليرقات الصغيرة ممكن ترش بروكلين مع منع انسلاخ لو عايز ترش نظافة ما عندكش مشكلة، لكن لو عندك إصابة وعندك خرمة فعلا زي ما بتقول، أو يعني ديدان اللوز عندك في القطن بتاعك، يبقى أفضل المواد اللي ممكن تستخدمها في الحالة دي كلورونيترانيبيرول أو لانت ميسوميل، يعني المادة الفعالة يعني بتاعت اللانت، أو اندوكساكارب أو سبينوساد. مواد فعالة كتير جدا ممكن تشتغل معاك للخريمة اللي هي ديدان اللوز في القطن. استناني في فيديو جديد من مبيد ومفيد مع سالم القصة.